اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض باذن الله محشي كرنب وهنعمل محشي بصل. هي جات ازاي الاتنين مع بعض؟ هقول لكم معايا. اول حاجه جبت حله ونزلت بالزيت بتاعي ونزلت بالبصل، دول 3 بصلات كبار. وبعد كده قمت منزله بقرن فلفل مخرطه عليه زي ما انتم شايفين معايا كده. وبعد كده طبعا المحشي بيحب الطماطم، فجبت حبة طماطم حلوين وقمت ضربهم في الخلاط. بس البصلة دي حمرا زي ما انتم شايفين كده، ما بحبهاش ولا غامقة ولا فاتحة. وجبت كمان يجي كيلو ونص طماطم ضربتهم في الخلاط، وهنزل بالطماطم على البصلة بتاعتي واسيبها تتسبك براحتها لحد صلصة المحشي معايا ما تتسبك. اكون طلعت معاكم الورق من الفريزر، ورق الكرنب يفك معايا في ميه دافيه، مش هياخد معايا وقت وهيفك على طول. وطبعا البهارات اللي انا استخدمتها في المحشي هي الكمون، فلفل اسمر، قرفه، بس ازيد من كده مفيش. وكمان كنت خلاص كانت التسبيكه كده داخله خلاص على السوا بتاعها. خلاص لما طبعا التسبيكه بعرف ازاي اللي اتسبكت، بيظهر الزيت بتاعها او السمنه، الزيت على سمنه انت حطاه في اول الحله خالص، بيظهر على وشها زي ما انتم شايفين معايا كده، في زيت طالع على وش التسبيكه من فوق. انا حطيت معلقتين توم ونزلت معايا بحزمة كزبرة وحزمتين شبت، ونزلت معاكم بالرز بتاعي. خلطة المحشي كده كانت خلاص معايا، قلبتها يمين وشمال وظبطت الملح بتاعها. طبعا كنت انا سلقة لحمة، وبعد ما خلصت معاكم لف المحشي وحطه على البوتاجاز هو والمحشي البصل ومحشي الفلفل. عملت لي الاتنين الفلفل والبصل لان كان باقي معايا خلطة محشي، وسقيت المحشي كله بالشوربة لحد ما طاب معايا وبألف هنا وشفا يا رب. اهم حاجه بس زيت بسيط على وش الفلفل والبصل، ودخليه فرن يتحمر معاكي وبألف هنا وشفا. ما تنسيش تشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد على قناه اليوتيوب، قناه الفيسبوك. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.